والله يا جماعة الأمهات الجديدة دي بتضحكني قوي، اللي هي بتبقى سنة أولى أمومة دي، اللي هي بتبقى لسه والدة بقى كده ولسه ورور زي ما بنقول. بجد بيقولوا حاجات أنا شخصيا بتضحكني قوي. يعني أنا وأنا كنت لسه متجوزة وجايبة بيبي جديد وكده، ما كنتش بفتي قد ما كنت مثلا بسأل. يعني بسأل اعملي كذا أو أعمل إيه يا ماما، لوالدتي الله يرحمها. كنت بفهم يعني مثلا في كم طفل في العيلة مروا عليا، فاللي هو عندي خبرة شوية صغنطوطة، ما عنديش هسأل، ما عنديش مشكلة. لكن ما كنتش بعمل زي اليومين دول. يعني انا من النهارده كده الصبح بقلب في البرنامج، فلقيت حد من على البرنامج، يعني هي ست ولسه والدة جايبة بنوتة بيبي. فبتقول ايه، فواقفة بتعمل البيبرونة بتاعت بنتها يعني. فبتقول لك ايه بقى، مش المشكلة انك تقومي من النوم تعملي الببرونة، المشكلة لو انتي قمتي وحطيتي ايدك على ظهرها فلقيتيها مسربة. فهنا عندك تو اوبشن. اول واحد انك تعملي نفسك عبيطة، تمام. وتاني واحد انك تقومي تغيري لها كل هدومها، وتغيري كل الهدوم، بعد كده تروحي تعملي الببرونة. فبصراحة ربنا كلامها ضحكني انا يمكن عشان ندمت بقى، فالموضوع ضحكني قوي. انت عندك علم يا مامي ان في اوبشن من التو اوبشن اللي انت قلتيها هيجي على دماغك. ما هي لو مسربه وحضرتك سبتيها وتغاضيتي عن الموضوع، التسريب ده هيعمل برد، ونزله البرد دي بعد الشر بعد الشر في الاطفال ممكن تتحول نزله شعبيه، تمام. وفي اطفال عندهم البرد بيجي بعديه حساسيه على طول. فانت عندك كده ولا المعلومه دي مش واصله لك؟ طبعا. فالاوبشن اللي هيريحك في لحظه او في ساعه، تمام، هيقلب عليكي بعد كده لمده اسبوع 10 ايام، ده لو ما كانش اكتر من كده. طبعا الكلام ده عارفاه الامهات القديمه اللي زي حالتي. تمام. تاني حاجه، تاني اوبشن انك تغيري كل هدومها، او لازم تغيري كل هدومها. واقول لك على حاجه بقى، احمدي ربنا انها مسربه بس، وبعد الشر بعد الشر ما عندهاش اسهال. طبعا كل الامهات اللي بتتفرج على الفيديو زي يعني اللي هي زي حالتي فاهمه بقى اللي انا بتكلم فيه. حضرتك هنا مش هيبقى مجرد غيار بس، ده هيبقى غيار وحمى. هنحمي ونغير وانت صاحيه من النوم اصلا مش شايفه قدامك. لسه بتتعلموا يا جماعه، اتعلموا من سكات، ما تطلعوش. يعني احنا عندنا مره واحده، فالتو اوبشن حبيبتي على دماغك، مفيش حد بيجي يقعد بيها غيرك، تمام. والله المستعان. برضو كنت هنسى، بلاش مقاوحه، يعني بلاش نقاوح الناس اللي بتقول الصح. يعني وهي بتعمل ببرونه، كانت بتحط اللبن الاول، فبعد كده بتحط عليه الميه. ففي حد، انا دخلت على الكومنتس عندها عشان خاطر اشوف هل انا بس يعني اسرق ايدي، كانت بتجري بصراحه ان انا اعلق لها ولا ان ده غلط. بس انا عامه ما بعلقش لحد، يعني اللي هو برجع في كلامي كده اللي هو ايه، مش لازم يعني، تمام. فواحده كاتبه لها في الكومنتس قالت لها حبيبتي الميه الاول قبل اللبن عشان خاطر الغازات، ان ده بيعمل غازات للبيبي. راحت ردت عليها في الكومنتس قالت لها لا انا بحط اللبن الاول. كده، فاللي هو بصرامه، يعني الكلمه بصرامه كده. ف اتعلموا، اتعلموا، ما تجربوش في الولاد. وربنا يكون في عون الولاد اللي طالعه بصراحه، ده اهلها بتجرب فيها.